اي حد هيبص على كورسات اونلاين هيبص على كورسات اوفلاين، اي كونتنت هتلاقيه بره مش زي اللي مع جون عصمت، انا متاكد من ده يعني. انا من 2015 معاه يعني. المحتوى كان حلو جدا جدا، وكمان التعامل مع الناس اللي بيتعاملوا معانا واللي بيسالونا والرد على طول، لا ده كان برضو حلو، في اكتر من ميزه. اول مره اخد قرار ان اخد كورس من كتر ما هو لامم كل حاجه، يعني هو كان شامل كل حاجه انا فعلا محتاجاها، مش مجرد كلام نظري، مش مجرد مصطلحات، مش مجرد حاجات بتتقال كده وخلاص، لا كان كل حاجه ليها تطبيق وليها اكتر من طريقه، وبنراجع وبنشوف احنا بنطبق ازاي. مفيش حاجه تحس ان هو ناقصه، مش عايز ابص على حاجه تانية، هو الويب سايت والكورس، فانا مش عايز اي حاجه تانية. بناخد ان احنا ازاي ان احنا نعمل خطه تسويقيه للمنتج بتاعنا او للخدمه بتاعتنا او للبيزنس بتاعنا، وبنبتدي نطبق الكلام ده كله على ارض الواقع في الاعلانات الفيسبوك او اعلانات الانستجرام. بص، هو الاسم لوحده كفايه، اسم جون لوحده كفايه ممتاز، لان في مرجع على الويب سايت ان انا بقدر ارجع واشوف الكلام ده تاني مره واثنين وثلاثه واطبق بايدي. كان اي سؤال عندنا بنبعته على الجروب الفيسبوك، على الواتساب، كان بيترد عليه، ما كانش عندنا مشكله بصراحه مع ان يبقى في حد متفاعل معانا. انا معاهم اونلاين واوفلاين، كل اللي انتوا عاوزينه هتلاقوه في مكان واحد، بس غير كده كمان المصداقيه، تلاقوا عندهم مصداقيه في كل تعاملاتهم. كل مره بنطبق عملي، يعني حتى هما دايما بيتابعوا معانا طب وصلتوا لفين، ويتابعوا معانا كيس انديفيدولي كمان، انت وصلت لفين وانت المشكله اللي عندك اتحلت ولا لسه. فالصراحه كان الموضوع حلو جدا. ما تدوروش على حاجه تاني، انتوا هتلاقوا كل اللي انتوا محتاجينه هنا.